ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اول ما قبل ما نبتدي الموضوع، الناس اللي اول مره يشوفوني، انا دلوقتي هتكلم عن حاجه انا قلتها في فيديو قبل كده، اللي هي مشكله البيت اللي حصل في البيت. قلتها فيديو كده، ودي التوابع بقى، بلس الناس اللي سألت هتسافروا فين ايه لو مش هتروحوا تركيا. خلاص، فدي بداية كده الناس اول مرة تشوفني، فلو انتوا مش عارفين المشكلة ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده عشان تعرفوا انا هتكلم في ايه. بلس عايزة اقول حاجة تانية، الناس اللي بتسألني على الانستجرام، حد سألني بنوتة اسمها البتول بعتتلي بتقولي ما بتنزليش فيديوهات ليه يا البتول؟ انا بنزل فيديوهات بس للاسف اليوتيوب اليومين دول مش بيرشح قناتي، وده لخير يعلمه الله. تمام. فانا نزلت فيديوهات كتير، حوالي 4-5 فيديوهات الفتره اللي فاتت، يعني تقريبا ما تشافوش كتير قوي، بس زي ما قلت لكم يعني ده خير يعلمه الله ليه ما بيتشافوش. اكيد السبب خير. فارجعي لهم واتفرجي عليهم، واي حد ما شافش لسه الفيديوهات القديمه بتاعتي يرجع لها يتفرج عليها، ويساعد اليوتيوب ان يرشح القناه بتاعتي ان شاء الله. نخش في الموضوع على طول. طبعا دلوقتي شفتوا العنوان بتاع الفيديو، امريكا ولا المانيا. عايزه اقول لكم حاجه، احنا خدنا خطوات امريكا، تمام، وهقول لكم على خطوات المانيا اللي لسه ما خدناهاش وهناخدها ان شاء الله. في الموضوع على طول، ايه الخطوات اللي خدناها للسفر لامريكا؟ انتوا طبعا عارفين او البعض منكم يعرف ان كل سنه في حاجه اسمها بيفتحوا الباب القرعه للجرين كارد. خلاص، الجرين كارد ده اللي هي زي الهجره لامريكا كده، هنهاجر لامريكا. بس للاسف اللي هيزعل مني ويقول لي ما قلتيش ليه قبل كده، والله 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 حسين فاجئني يقول لي احنا هنقدم. خلاص فاجئني، ولما فاجئني كان عندي والله انشغالات كتير ان اعمل فيديو وكده، فانا للاسف ما عملتش الفيديو قبل ما الموضوع ده يخلص، لان التقديم وقف يوم 7/11. تمام. ده تقديم للجرين كارد بتاع امريكا، يعني للهجره لامريكا. انا هقول لكم كده حاجه، هقول لكم مخاوفي انا خايفه من ايه. المهم، بتقدموا صورتكم، يعني صور افراد العيله كلها اللي مسافرين، اللي هو الام والاب والابناء يعني. بتبقى عامله زي صور الباسبورت كده، اللي هي الخلفيه بيضه، مفيش خيال، ابعاد معينه، ولازم يكون في مواصفات معينه زي التعليم العالي. يفضل طبعا التعليم العالي واللغه والحاجات دي. والسن بيحبوا ياخدوا الناس اللي فوق 30 سنه، ليهم فرص اكتر، ولكن يعني طبعا مثلا 29 حاجه دي ليهم فرص برضو، بس الفرص الاعلى بتبقى للي فوق 30 سنه وكده. ده اللي انا شفته من خلال الناس اللي اتقبلت. تمام، بس اهو نجرب الحظ طبعا، يعني الحظ يتجرب. تمام. لو ما نفعتش موضوع الجرين كارد ده، هو قبل كده حسين انا قلت لكم قبل كده، مش فاكره، في الفيديو بتاع كيف تعرفت على زوجي التركي، قلت لكم اللي هو حسين سافر 6 شهور امريكا، وليه هناك ناس يعني. تمام، يعني يرحمكم الله ليلى عطست وليه هناك ناس وكده، وتركي زنبان كونوشيرم. تمام، وليه هناك ناس وكده، فهم عايزين يساعدوه في الموضوع الهجرة بتاع امريكا ده. بس احنا دلوقتي خدنا الخطوة المثالية اللي هي خطوة الجرين كارد. تمام. انا معترضة تماما على السفر لامريكا، انا اعتراضي تماما. حسين مش معترض، حسين بالعكس حابب السفر لامريكا. ليه بقى؟ لانه زي ما قلت لكم سافرها قبل كده، فحاببها، يعني حابب الجانب ده. انا مش عايزه اسافر امريكا خالص خالص خالص. انا لو هتخيروني هقول لكم الخيار التاني اللي هو المانيا. هكلمكم عن المانيا وازاي ممكن نروح المانيا من خلال برضو ناس تقدهم، وان شاء الله اللي هو ناخد خطوه خطوه. تمام. وبرضو حسين معترض على السفر لألمانيا، بس ان شاء الله يعني حاجة منهم تفلح. وعايزه اقول لكم حاجه، احنا لما نروح نسافر هناك مش هنسافر العمر كله، لا، احنا مسافرين لغرض معين، لغرض تهيئة حاجات معينة في الحياة. الحاجات دي هتخلص هنرجع تركيا. للأسف مش هينفع نسافر مصر، لأن حسين زي ما قلت لكم ملوش شغل في مصر تماما. امريكا حسين ليه شغل، ممكن مثلا يشتغل محاسب، الفرع بتاع الفندق بتاعه اللي هو شغال فيه دلوقتي ليه فرع اصلا في امريكا، ممكن يقدم الفندق بتاعه، بس ده بياخد وقت طويل لحد ما الفندق يبعت حاجات وقرارات وكده. الجرين كارد برضو بياخد وقت طويل،
بس اجراءاته حكوميه يعني جدا، اللي هو هما بيوفروا لكم كل حاجه فيما بعد. المهم انا ممكن اشتغل هناك. طبعا الشغل انا عندي معرفه باللغه الانجليزيه، فممكن اشتغل سهل هناك، بس انا مخاوفي تربيه ليلى هناك، تربيه ليلى في امريكا، ومخاوف حسين تربيه ليلى في المانيا برضه، اللي هو مخاوف اللي هو ازاي هربيها في بلد هناك زي كده. هل انتم تشجعونا على هذا القرار؟ هل حد ليه تجربه سيئه هناك؟ يعني اكتبوا لي في الكومنتات كده ايه الحال يعني. احنا بنسعى ونشوف في الاخر هيحصل ايه. وعايزه اقول حاجه، طبعا لو حسين لو جات لنا امريكا احنا هنسافر كلنا مع بعض، دي حاجه برضه عايزه اخد رايكم فيها ايه يعني الناس اللي عندها خبرات. لو امريكا احنا هنسافر كلنا مع بعض، ولو المانيا حسين هيسافر لوحده، وهيسافر لوحده طول فتره القعاد هناك، اللي هو هيسافر ويجي لنا، يسافر ويجي لنا. ودي الحاجات انا عايزه المانيا زي ما قلت لكم، بس دي من الحاجات اللي انا مش عايزاها في الموضوع ده، ان انا ابقى قاعده لوحدي، اللي هو واستنى بقى اللي هو جوزي يجي لي كل سنه مش انا مش بحب كده. انا مش الشخصيه اللي ممكن تقعد في بيت لوحدها لا ما فيش حد. انا اخاف يعني، قلبي انقبض من الموضوع ده. ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لكم انا مش عايزه امريكا، بس دي الفرصه برضو اللي في امريكا ان كلنا هنبقى مع بعض. فكل موضوع فيه اللي هو سلبيات وايجابيات، والمواضيع كلها بعضها مش عجباني. طبعا الناس هتقول لي احمدي ربنا على العيشه، انت عايشه في كذا وعندك كذا وعندك كذا. طب يا جماعه، هل احنا بنحمد ربنا وكل حاجه، بس احنا بنفكر لقدام؟ هل الوضع لو استمر كده هيبقى ده هو الحال الصح لكلنا؟ لا، الاجابه لا. عشان كده زي ما قلت لكم لا، الواحد فعلا لازم يسعى. بس كده. فدي الميزات يعني من ضمن يعني حبيت اني اقول لكم على الحاجات دي من ضمن العيوب ومن ضمن المميزات في المكان اللي انا مش عايزاه. عندي بقى لخبطه، فاهمين قصدي؟ فقلت اطلع دردش معاكم ايه بخصوص الموضوع ده برضه. بس قدمنا اوراقنا وقدمنا كل حاجه وبياناتنا وصورنا وكل حاجه، وقفلنا الابلكيشن. والفرصه عشان تزيد اكتر، انا قدمت ابلكيشن باسرتي اللي هو انا وحسين وليلى، وحسين قدم ابلكيشن باسمه اللي هو انا وهو وليلى، فاهمين؟ يعني كل واحد فينا قدم ابلكيشن لوحده يعني لزياده الفرص في الاختيار، تمام؟ القرعه ده. وجرين كارد ده طبعا حاجه موثقه، في ناس كتير بيجي لها هجره لامريكا من خلال الجرين كارد، تمام؟ انا سالت حسين سؤال، لو امريكا ما جاتش تحب تسافر فين؟ قال لي بلدين، قال لي كندا او استراليا. مش عارفه استراليا، انا ليا ناس انا ليا حد فيها يعني من عائلتي اللي هو خالي، وقال لي تانية كندا، عايز اسافر كندا لاني شايف فيها معيشه كويسه، وبيقول لي فيها عدم عنصريه. فانا مش مصدقه، انا مش مصدقه اللي هو مفيش عدم عنصريه، مش داخله دماغي خالص. المهم ده الطرف بتاع امريكا، تمام؟ الطرف بتاع المانيا، انا كان نفسي اسافر المانيا من فتره، ودي حاجه حلوه لحسين على فكره، لان المانيا فيها اتراك كتير جدا 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 وشركات تركيه كتير. يعني المانيا زي ما بتقولوا، عارفه ما تقولوا كده تركيا فيها عرب، جنسيات العربيه كتير، اهي المانيا فيها الجنسيه التركيه بشكل لا يوصف كتير جدا. فسالت صديقه ليا قالت لي ان لازم تسافري المانيا، لازم تتعلمي اللغة، مفيش حل تاني غير كده. مش زي مثلا هتسافروا بلد تانية تروحوا وتاخدوا كورسات، اللي هو الكورسات اللي هي تأهيل للعمل هناك، بيدوكوا كورس كده تأهيل للعمل وكده. لا، ألمانيا مختلفة تماما، ألمانيا لازم تتكلموا ألماني، مش اللي هو كورسات على ورق وخلاص. المهم ايه الخطوات اللي احنا نسافر المانيا؟ اول خطوه اللي احنا نتعلم اللغه انا وحسين، تمام؟ وانا قلت له انت تعلمها اكتر، لان الكورسات غاليه جدا 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 للغه الالمانيه، تمام؟ من خلال معرفه حد ليا قال لي على الموضوع دي. اول حاجه قالت لي انها بتاخد كل شهرين 12,000 ليره للليفل الواحد بس، في معهد اسمه معهد جوتا لو حد يسمع عنه. فانا وحسين مش هينفع احنا الاتنين نذاكر الماني وندفع كل ده. فهو حسين لو يعني فقد الامل في الهجرة بتاعت امريكا دي، هيخش على الخطوة التانية، وهي السفر لألمانيا اللي انا حزننا عليها فيه. وكان ونفسي بجد 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 ما تجيش امريكا خالص، نفسي ان احنا نروح المانيا.
وزي ما قلت لكم لفتره معينه وهنرجع تاني تركيا. اول حاجه في معهد قالت لي عليه اللي هو اسمه معهد كوتا، لو تسمعوا عنه، بيدي الليفلز بتاعت الكورسات الألمانية زي A1 و A2 B1 و B2 C1 و C2، وكل ليفل فيهم بيتكون لجزئين، تمام؟ وكل ليفل كل شهرين 12,000 ليرة وهكذا. دلوقتي يعني ممكن بعد ما الفيديو ده ينزل يوصل ل20,000 ليرة. بس اللي هو طب هتعملي ايه؟ هنعمل ايه؟ اللي هو عايزه اقول لكم ان في ناس والله يا جماعه بتستلف عشان تاخد الكورسات وتسافر وتسدد، اللي هو كل واحد بيسعى ورا اكل عيشه، كل واحد لازم يسعى ورا اكل عيشه. المهم فانا قلت لحسين موضوع المانيا وهنعمل كذا وكذا وكذا، قال لي خلاص انا هنشوف موضوع امريكا لو ما جاش الرد في اقرب فرصه واقرب وقت، وهيسال صحابه في امريكا وما اعرفش ايه، هو نفسه يسافر هناك. المهم هنقلب للسفر لالمانيا. في الحالتين انا متخوفه جدا على تربيه ليلى. عارفين لو عندي ولد هقول يعني الولد ممكن ايه، طبعا الولد والبنت واحد، ما نقولش الولد يروح يعني يفقد اخلاقه ولا ما اعرفش ايه، لا الولد والبنت واحد. بس اللي هو في النهايه البنت صعب برضه، صعب تربيه البنات صعبه يا جماعه، صعبه جدا. ليلى كونشيور تمام مساكين هاي بنكونشيور صدور الجيم تمام. المهم تربيه البنات صعبه جدا جدا، اللي هو لا الموضوع هيبقى صعب. جه عادي هذه مرحبا دي مرحبا مرحبا السلام عليكم. هذه السلام عليكم دي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. المهم تربيه البنات صعبه قوي 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 في الدول اللي زي دي. ادي كذا تربيه البنات صعبه قوي قوي في الدول اللي زي دي، اللي هو التربيه الدينيه الاخلاقيه الحاجات دي. فدي المخاوف اللي مخوفاني جدا جدا من السفر للمكانين دول، بما فيهم استراليا بما فيهم كندا. فدول البلدين يا جماعه اللي بنفكر فيهم واللي احنا خدنا خطوات ليهم حتى الان. وبعتذر للناس اللي زعلانه مني عشان ما بقولش مش هسافر مصر. يا جماعه هنروح مصر هنعمل ايه؟ يعني انا هنروح مصر هنعمل ايه؟ حسين هيشتغل ايه؟ طب احنا عايزين حاجه في مستوى شغله اللي هنا، صح كده؟ فاهميني؟ فبعتذر ليكم جدا ما تخشوش تزعلوا مني، اللي احنا مش هينفع نروح مصر. فعلا يا جماعه الواحد بيسعى ورا الواحد بيسعى ورا الفرص، نسعى ورا الفرص اللي تناسب حياتنا، فاهمين؟ بس كده للاسئله اللي جات لي كتير على موضوع السفر لما قلت احنا هنسافر وكده. فدي الاسئله من السؤال اللي جالي هتروحوا فين؟ فانا قلت لكم ده وقلت لكم ده. قولوا لي في الكومنتات هل ده قرار صح ان احنا نسيب تركيا ونمشي، ولا نستنى في تركيا؟ ان تركيا يا جماعه الوضع فيها بقى صعب جدا جدا. كل الناس بتسافر، المستوى الصغير المستوى المتوسط المستوى العالي كله بيسافر، لان طبعا حتى المستوى العالي قوي الحياه برضو عالي. يعني هما مثلا المستوى العالي بيدخل مثلا حضانات ب40,000 ليره، الحضانات بقت بالنسبه لهم ب100,000. فبرضو غير الحاجات برضو عالي بالنسبه لهم، غير مثلا احنا بندخل حضانات مثلا ب8,000، الحضانات بقت ب11، فاهمين؟ فكل واحد حسب مرتبه العيشه غليت عليه برضو، يعني سواء الغني المتوسط او الفقير. بس كده دي كان قاعده كده دردوشه معاكم. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في موضوع السفر لبلد اجنبي بيور، اجنبي 100%، اجنبي مش اسلامي، يعني بلد اجنبي غير اسلامي، مش مجتمع اسلامي. قولوا لي ايه رايكم. بس كده. ولو الفيديو ده جاب مشاهده وكده اتمنى ان اكون افدت الناس اللي هتاخد كورسات الماني. يا جماعه معهد كوتا افضل اماكن للكورسات الالماني، وان شاء الله الناس اللي قاعده تقدم هجره لامريكا استنوا كل سنه في شهر 11 بيتقدم للجرين كارد، وبتقعد حوالي 3 أسابيع فقط لا غير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ودردشنا مع بعض. عايزين تسالوني اي سؤال تاني اسالوني تحت في الكومنتس. انا ساعات بقدم لكم فيديوهات واحنا بره، وفيديوهات روتين، وساعات فيديوهات القعده دي قعده الكنبه. ان شاء الله الفيديو عجبكم واشوفكم فيديو جديد. يلا مع السلامه.